إذا متابعينا الكرام، في هذا الفيديو اللي غادي نشوفه الآن أمامنا على الشاشة، في هذا الروبورتاج للحظة تدشين جلالة الملك محمد السادس للمستشفى ولا المجمع الاستشفائي محمد السادس في العاصمة الرباط. ما نطولش عليكم بزاف، بداية نشوفوا التدشين وهذا النشاط الملكي ثم معكم بالتفاصيل. لنشاهد. كسائر أيام العهد الزاهر لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يشهد هذا اليوم إحداث بنية صحية نموذجية هي حلقة في عقد المنظومة الصحية التي يشكل النهوض بها والارتقاء بخدماتها من أولويات المشروع الاجتماعي الكبير الذي يرعاه جلالة الملك. يعكس تتبع جلالة الملك للحالة الصحية للمواطنين العزم الأكيد للعاهل الكريم على إدراج النهوض بالقطاع الصحي ضمن الأوراش الكبرى للبلاد، وقناعة جلالته الراسخة بأن الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية الذي كرسه دستور المملكة يشكل إحدى الركائز الأساسية لتعزيز قيم المواطنة وتحقيق تنمية بشرية تتسم بالشمولية والاستدامة. يشهد قطاع الصحة مرحلة جديدة من الإصلاح والتطوير الشامل. تسمحوا لي هنا غادي تلاحظوا ابن سينا، وهنا كذلك المجمع اللي تم افتتاحه اليوم اللي هو المجمع ديال محمد السادس الاستشفائي متعدد التخصصات بطبيعة الحال. فهنا صرحين طبيين، بنيتين طبيتين هائلتين كبيرتين في العاصمة الرباط، تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك الذي جعل من النهوض بالمنظومة الصحية أولوية وطنية كبرى في سبيل بناء دولة الرعاية الاجتماعية وتحقيق العدالة الصحية بين جميع المواطنين. لقد أكد جلالة الملك في أكثر من مناسبة أن تمكين المواطنين من خدمات صحية جيدة ومتكافئة يعد حقا أساسيا تلتزم الدولة بضمانه باعتباره أحد أعمدة الكرامة الإنسانية وشرطا لتحقيق التنمية المستدامة. وانطلاقا من هذه الرؤية الملكية المتبصرة تم إطلاق ورش وطني شامل لإصلاح المنظومة الصحية يروم تعزيز قدرة القطاع الصحي على مواجهة التحديات المستقبلية. جعل جلالته من قطاع الصحة أحد الركائز الأساسية في مشروعه التنموي الشامل، إدراكا من جلالته بأن النهوض بالمنظومة الصحية هو شرط أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان كرامة المواطن المغربي. منذ السنوات الأولى لاعتلائه العرش وجه جلالة الملك إلى اعتماد مقاربة جديدة في تدبير الشأن الصحي تقوم على القرب وتجهيز الحديث والاهتمام بالعنصر البشري مع الحرص على ضمان التغطية الصحية لجميع الفئات دون تمييز. تجسدت الرؤية الملكية في سلسلة تبارك الله ما شاء الله. شوفوا صرح طبي بكل ما تحمل الكلمة من معنى. المغرب فقد تم إنشاء وتجهيز مراكز استشفائية جامعية حديثة لتكون قلاعا طبية تجمع بين العلاج والتكوين والبحث العلمي وتسهم في الحد من معاناة المرضى من التنقل إلى المدن الكبرى، سعيا إلى تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية والرفع من جودتها وجعلها في متناول كافة المواطنين. اسمحوا لي هنا صاحب الجلالة يدش المركز الاستشفائي الجامعي الدولي محمد السادس ويعطي تعليماته السامية لافتتاح المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس لأكادير. يعني سوف يتم افتتاح حتى المجمع الاستشفائي ولا المركز الاستشفائي ديال أكادير اللي كنا كنتكلموا عليه كثيرا. عززت البنية الصحية والاستشفائية بمدينة الرباط بمنشأة صحية نوعية تتوفر على كافة المرافق الصحية والمعدات الطبية الكفيلة بالاستجابة لحاجيات الساكنة من خلال تحسين ظروف الاستقبال وتكثيف العناية الطبية وضمان الولوج المتكافئ للخدمات الصحية الأساسية. يتعلق الأمر بالمركب الاستشفائي الجامعي الدولي محمد السادس للرباط الذي أشرف جلالة الملك على تدشينه محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وهو بنية مرجعية دولية تعمل على تطوير عرض ذي جودة عالية على المستوى الوطني في خدمة الجميع مع توفير تكوين من مستوى عال في مهن الصحة. كما أعطى جلالة الملك هذا اليوم
تعليماته السامية لافتتاح المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس لأكادير، القطب الطبي للتميز الذي سيمكن من إحداث قفزة نوعية حقيقية في عرض خدمات الرعاية الصحية وتكوين الأطباء على مستوى جهة سوس ماسة. المركب الاستشفائي الجامعي الدولي محمد السادس للرباط الذي أنجزته مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة يشكل نموذجا حقيقيا لعهد جديد من البنيات الاستشفائية الحديثة والذكية، مجسدا بذلك رؤية جلالة الملك وعنايته السامية. يعكس هذا الإنجاز أيضا الطموح الرامي إلى تمكين جميع المواطنين من ولوج منصف لخدمات الرعاية الصحية من الجيل الجديد، بالاعتماد على مؤسسة استشفائية تدمج الابتكارات الطبية الأكثر تقدما، مدعومة ببنية جامعية مرجعية وبحثية. فضلا عن ذلك يجسد إنجاز هذا المركب الدور المحوري الذي يوليه جلالة الملك لتكوين الموارد البشرية في هذا القطاع الحيوي، وعزم جلالته على تمكينها من تكوين ذي جودة يتلائم مع التطور العلمي والتكنولوجي في مجال العلاجات والوقاية والتدبير والحكامة الصحية، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية. هذا المركب الذي تم تشييده على مساحة قدرها 280 ألف متر مربع يشتمل على بنيتين متكاملتين هما المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس للرباط وجامعة محمد السادس للعلوم والصحة للرباط. المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس للرباط الذي تبلغ طاقته الاستيعابية الأولية 600 سرير قابلة للزيادة إلى 1000 سرير، يضم أزيد من 30 قطبا للتميز في المجالات الطبية الجراحية والطبية التقنية، تغطي تخصصات من قبيل الجراحة الروبوتية وجراحة الأعصاب وأمراض القلب التدخلية وعلاج الأورام والعلاج الإشعاعي والتصوير الطبي الدقيق. يعد المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس لأكادير الذي يفتتح اليوم في وجه المواطنين طبقا للتعليمات الملكية السامية. المستشفى ديال أكادير افتتح، المستشفى ديال أكادير افتتح اليوم رمزا حقيقيا للتحديث، وهو أول مؤسسة طبية. اليوم الافتتاح ديال المجمع ولا المركز الاستشفائي محمد السادس في الرباط وأكادير بجوج. طفيفة التوغل بدقة متناهية، ورؤية ثلاثية الأبعاد بدقة متناهية، وظروفا جد مريحة غير مسبوقة بالنسبة للجراح والمريض. بتوجيهات سامية من جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، تعيش المملكة على إيقاع ورش وطني طموح لإصلاح شامل وعميق للمنظومة الصحية، يهدف إلى إرساء نظام صحي عادل وفعال يضمن للمواطنين حقهم في العلاج والرعاية في أحسن الظروف. يولي جلالة الملك اهتماما خاصا بقطاع الصحة باعتباره ركنا أساسيا في بناء الدولة الاجتماعية التي دعا إليها جلالته في أكثر من مناسبة. وجاء إطلاق الورش الكبير لإصلاح المنظومة الصحية في إطار تنزيل الرؤية الملكية الرامية إلى تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية وضمان ولوج متكافئ لجميع المغاربة إلى الخدمات الصحية. يحتوي المركب الاستشفائي الجامعي الدولي محمد السادس للرباط على 24 غرفة عمليات حديثة، 19 منها بالمركب الجراحي المندمج الذي يمتد على مساحة إجمالية قدرها 3400 متر مربع، منها غرف هجينة وروبوتية، إلى جانب 143 سريرا مخصصة للعلاجات الحرجة، من بينها 30 حاضنة لإنعاش حديث الولادة. تتوفر المؤسسة على تجهيزات عالية التكنولوجيا، من بينها جهاز للتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني،
والرنين المغناطيسي الأول من نوعه في المغرب وإفريقيا، والمقترن بجهاز للتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني للتشخيص الدقيق، بالإضافة إلى جهاز للتصوير بالرنين المغناطيسي، ونظام للعلاج الإشعاعي، وصيدلية استشفائية روبوتية، ومركز محاكاة. من ضمن الخدمات المبتكرة يتوفر المستشفى على وحدة لعلاج الحروق البليغة، ومصلحة للعلاج بالأكسجين عالي ومنخفض الضغط الوحيدة بالمغرب، والمخصصة للعلاجات الطبية المتقدمة والبحث الفيزيولوجي. يتميز المركب أيضا بإنشاء أول منصة مختبرية آلية بالكامل في إفريقيا تغطي جميع مراحل التحاليل البيولوجية، وذلك في عدة مجالات تدخل فيه الروبوتات، المناعة وأمراض الدم، كما يحتضن أول مختبر رقمي لتشريح المرضي في المغرب يضمن تتبعا دقيقا ونتائج تشخيصية عالية الجودة. ولكونه يضع المريض في صلب اهتمامه، يقترح المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس للرباط مسارات علاجية مندمجة وشخصية تضمن الراحة والأمان والجودة. فضلا عن ذلك، تعد هذه المؤسسة منصة تعليمية متميزة لطلاب جامعة محمد السادس للعلوم والصحة، حيث تتيح لهم الاطلاع على بيئات سريرية وتكنولوجية متطورة. بالنسبة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس لأكادير الذي سيفتتح اليوم في وجه المواطنين طبقا للتعليمات الملكية السامية، فقد أنجز على مساحة 30 هكتارا ويوجد بالقرب من كلية الطب والصيدلة. يشتمل المركز الاستشفائي الجامعي الجديد محمد السادس لأكادير على عدة أقطاب: الأم والطفل، الطب والجراحة، الأشعة وأمراض القلب، وجناح مركزي للجراحة، و5 غرف أخرى للمستعجلات ولذوي الحروق البليغة، ومختبر وصيدلية مركزية، ونظام مندمج للتكوين والمحاكاة. القطب الخاص بأمراض القلب بالمركز الاستشفائي الجامعي الذي يضم قاعتين للقسطرة ووحدات للعلاجات المكثفة المزودة بجهاز مراقبة متعدد المقاييس يؤمن التكفل الكامل بالمصابين بأمراض الشرايين التاجي وتلك المرتبطة بدقات القلب. يعمل الورش الملكي الإصلاحي لقطاع الصحة على ترسيخ مفهوم الصحة كحق أساسي للمواطن وليس كامتياز. تم الشروع في إحداث المجموعات الصحية الترابية التي تهدف إلى ضمان الاستمرارية في تقديم الخدمات الطبية وجودتها في مختلف المستويات. يحرص جلالة الملك على أن يكون الإصلاح شاملا يمس البنيات التحتية والتجهيزات وكذا الحكامة الإدارية والتمويلية للقطاع في أفق تحقيق السيادة الصحية للمغرب والرفع من جاهزية النظام الصحي لمواجهة التحديات المستقبلية. يشكل مشروع إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب ثورة هادئة في سبيل ترسيخ العدالة الصحية وتعزيز كرامة المواطن المغربي وتكريس المغرب كنموذج رائد في بناء دولة الرعاية الاجتماعية والتنمية البشرية المستدامة. لم يقتصر اهتمام جلالة الملك على تطوير البنية التحتية والتكوين، بل شمل كذلك تحديث السياسات العمومية في مجال الصحة، فقد دعا جلالته إلى وضع خريطة طريق وطنية واضحة لإصلاح المنظومة الصحية ترتكز على توسيع العرض الصحي وتحسين الخدمات في المناطق النائية وتأهيل المستشفيات الإقليمية والمراكز القروية، إلى جانب تعزيز نظام الوقاية والعناية الأولية. كما تم التوجيه إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل جميع تبارك الله. شوف مركب استشفائي من العيار الثقيل المغاربة من خلال تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وهو أحد أبرز المشاريع الاجتماعية التي يرعاها جلالة الملك شخصيا ويتابع مراحل تنفيذها بدقة.
إذن كما شاهدتم متابعينا الكرام، كانت هذه مشاهد من التدشين الذي قام به جلالة الملك محمد السادس للمركب الاستشفائي ديال محمد السادس في الرباط. كذلك اليوم حسب ما تم الإعلان عنه أعطيت الانطلاقة، تم الافتتاح ديال المستشفى الجامعي ديال أكادير. يعني صافي جلالة الملك عطى التعليمات ديالو لكي يستقبل المواطنين. المركب الاستشفائي والمستشفى الجامعي ديال أكادير اليوم بدأ في استقبال المواطنين توازيا مع افتتاح هذا المركب اللي كان في الرباط. متابعينا الكرام، نشوفكم في فيديو قادم مع المزيد من التفاصيل.